بي تيم جوجيتسو، اللي هو التيم بتاع كريك جونز ونيكي رود، نيكي راين وجاي رود والناس الجميلة دي، رايحين يتمرنوا مع ايماناري اللي هو مخترع الايماناري رول، واحد من اساطير الجوجيتسو طبعا، بس يعني هو كبير في السن دلوقتي، بس لسه شغال، يعني هو لسه عنده تيم ولسه بيمرن. طبعا هو مستوى عالي جدا، بس الاجيال الجديدة دي بقت اقوى منه بكتير، وبي تيم من اعلى الفرق اللي بتلعب. انت زي ما انت شايف عندك نيكي راين اخو جوردون راين الصغير، وكان جوزيف تشين بظهره دلوقتي. كريك جونز تاني احسن لعيب في العالم. نيكي راين، سوري، نيك رودريجيز. ودنه شكلها ابن لذينه، ودنه مدعوكه. الشباب بتوع ايماناري بيكتشفوا ليفل جديد من اللعب. كريك جونز قاعد بيستعرض دي اسمها بندلوم سويب، جميله، من اساسيات السويبس من كلوز جارد عامه. البندلوم سويب دي أو نقدر نبص عليها تاني. هو واخد زاويه، وكوع الخصم اتنقل من، عادة لما انت بتنام على ظهرك في كلوز جارد بيبقى كوع الخصم هنا، في كوع من الناحية دي، والكوع ده بيبقى من الناحية التانية. لكن لو انت قدرت ان انت توجه الكوعين في ناحية واحدة من جسمك، بتبقى متاح لك جدا البندلوم سويب دي، ودي من احسن السويبس اللي ممكن تتعمل. وعشان تعملها بتمسك اللات، عضلة المجنص بتاعت الخصم البعيدة بدراعك، وبالرجل دي بتفتحها لفوق ناحية باطه كده، والرجل التانية بتنزلها لتحت عشان تقص الركبة من تحت من الناحية التانية. اي، بندلوم سويب جميلة جدا. دايما ناري بيلعب مع واحد سخنان. انا ما بحبش، يعني انا ما بحبش لما العب مع حد من الاساطير اخش سخن عليه بصراحة، لان ده يعني نوع من الغباوة. بل بالعكس، احب ان انا العب معاه بالراحة اكتر، عشان اخد اخد لقطات او خبرات منه واستفيد بيه. عندنا جاي رود بيلعب مع، مش عارف مين ده بصراحة. تورياندو باس، نورث ساوث. باجي تشوك عبقرية. ممكن نفهم بس الباجي تشوك دي بتتعمل ازاي؟ عشان دي باجي تشوك غريبة جدا. هو هنا حاطط بوست بدراعه، نايم على جنبه، بوست بدراعه على الفخدة بتاعت خصمه ماسك دماغه مش ماسك وسطه، وده النورث ساوث من نوع غريب شوية. نام على ظهره، قام رايح بالدراع التاني ماسك رجله ورفع وسطه من الارض. كل ده بيحصل عشان البوزيشن بتاع النورث ساوث ده مش كويس اصلا. هو لو عمل نورث ساوث كويس هيخش بكتفه في بطنه وينزل الوسط ده على الارض، بس هو ما عملش كده. بعد كده بيلف للجنب التاني، وهنا يحصل الخنق. دايما في البحر في قروش اكبر. نيكي راين، نيكي راين من اعلى الناس اللي انا بشوفهم بيلعبوا، بس هو مش واخد حقه. يعني انا بحس ان هو مش بياخد حقه كتير، بحس ان هو عنده نوع من القلق شوية او حاجة زي كده. بس يعني طبعا انا مش بقارنه باي حد نعرفه في حياتنا، لكن بتكلم على الليفل، اعلى ليفل موجود في الجوجيتسو. ناخد بالنا الناس دي بتطلع من الكلوز جارد كلها بنفس الطريقة، وده انا اتكلمت عنه في الكورس بتاعي بتاع الخروج من الوضعيات الصعبة. بالمناسبة لو ما شفتش ما تعرفش ان انا بعمل كورسات بعلم فيها الناس ازاي تخرج من الوضعيات الصعبة او تهاجم ازاي او الحاجات اللي زي كده. هتلاقي رقمي في الديسكريبشن تحت. ابعت لي على واتساب وانا هقول لك كل التفاصيل. بص بقى نيكي راين بيقوم ازاي. بحط ايدي الاتنين في الباط ويبتدي يقف. مفيش طريقة تانية للهروب من الكلوز جارد غير دي.
بادي لوك. ليه هنا ده تقريبا جيرود. ليه جيرود ما اتقلبش من الباترفلاي هوك ده مع ان وزنه فوق خصمه؟ بص، المفروض ده باترفلاي هوك وده باترفلاي هوك، سهل قوي ان هو يقلبك لورا او يقلبك للجنب. ليه جيرود ما اتقلبش؟ بص، هو حاطط حتى حاطط الباترفلاي هوك بتاعه عايز يقلبه للجنب هناك او لورا هناك. ايه اللي حصل؟ معلش يعني على الوضعية دي، بس لو تاخد بالك ده عمود الفقري بتاع جيرود اخره وده العمود الفقري بتاع الولد. لو الاتنين مش فوق بعض مفيش قلب. جيرود خد زاوية وهو بيقف. بص، بياخد زاوية وهو بيقف، فالرفع على الرجل بيبقى صعب جدا. لكن لو عمود جيرود الفقري او العصوصة هنا فوق، في الناحية دي كده فوق رجل او فوق عمود الفقري بتاع الولد ده، هيتقلب. فدايما حتى هتلاقي في الباسنج بتاع جوزيف تشين، الترايبود ترايبود باسنج، جوزيف تشين بيتكلم عن التفصيله دي وهي اللي بتفرق في كل حاجه. مش طول عليكم، كمل. انت كده خليته يعدي الركبه. ايوه، اهم حاجه تتضرب وانت بتستمتع. خدش الموضوع بجد. اوفر اندر او يعني جيلوتين جريب واندر هوك دي بنسميها كاو كاتشر. هو ممكن يخلص من هنا لو نايمه على ظهره بالاندر هوك ده، بس هو مش رايح لده. ده كده واحد، بص، ده لعب سلبي نوعا ما. انت كده قافل كيانك وركبك على بعض وخلاص، وبتقول يا رب عيش. يعني ده هيخليك تستحمل شوية وقت ضد جيرود او ضد حد كويس، بس مش هيفيدك ولا هيفيده. فانا بحب جدا ان انا العب حتى لو انا عارف ان انا هخسر وافتح واعمل، ومفيش اي مشكلة، عادي. نتقبل الموضوع. جيفت تراب. هو ماسك جيفت تراب. الدراع ده بنسميه جيفت تراب لما يتمسك بالعكس والركبة دي داخلة. 5 او، يعدي رجله من فوق، يغير للجنب التاني. دي اجمل حاجه في الجوجيتسو، ان انت بمجرد ان انت دخلت الهوك الاولاني انت عايز تدخل الهوك التاني، بس مش هتعرف تدخل الهوك التاني وهو الارض في طريقك. فتعمل ايه؟ تقوم نايم على الجنب التاني من جسمك. بص، اه، يقوم نايم على الجنب التاني، فالهوك ده خلاص دخل، يقوم الهوك التاني ده يلاقي مساحه ويقوم داخل هو كمان. بس عشان الولد قافل كوعه، فهو هنا هيعديها زي الريفرس تراينجل، يعديها من فوق الكتف. ودي احلى حاجه في الهجوم من الظهر، ان انت ممكن تهاجم بالرجل دي، ان انت تدخل هوك. وبس عاده هما بيبقوا متوقعين ان انت هتدخل الهوك من هنا، فبيقفلوا كوعهم على الجنب، فتقوم معدي رجلك من فوق الكتف. وهنا بتفتح لك بقى بلاوي زي الريفرس تراينجل مثلا. هنشوف جيرود هيعمل ايه بالحركه دي. هو شكله داخل الريفرس تراينجل فعلا. اه، حط ايده على بقه عشان يفتح دراعه. خلي بالك، مهمة الرجل دي مش بس انها تحارب الدراع او تقفل تراينجل او حاجة زي كده، هي بتمنع الكتف ده ان هو يلف. شايف الكتف ده؟ ما يقدرش ان هو يقوم ويلف نفسه ويبص لجيرود. مفهوم القصد؟ ما يقدرش ان هو يقوم ويلف لان الرجل دي في السكة. لو الرجل دي مش في السكة هيقدر يقوم ويلف الجيرود ويهرب. اهو هو مش قادر يلف دلوقتي. اه، دخل لكيمورا ريسلوك. هو عنده كل حاجه مفتوحه من هنا، بس هو قرر ان هو ياخد ريست لوك. بص الريست بتاع الولد. عشان تعمل ريست لوك كويس محتاج ان انت الكوع بتاع خصمك يكون لازق في حاجه بحيث ان هو ما يزحلقش. فهو هنا لازق في صدر جاي رود. ومن الناحيه التانية تتني المفصل بتاع الكف بزياده اهو. هو ثبت كوعه في الجزء ده من كتفه، فما فيش مهرب للكتف، وبيضغط على الريست. نيك رودريجيز، الولد ده من البني ادمين المرعبين.
بيلعب ليج لوكس مع ايماناري. انا بحس ان نيكرو رودريجيز مش افظع واحد في الاتاكس بتاعت الليجز، بس هو في الغالب داخل يستفيد اكتر مما هو داخل يتغاشم يعني. هو اقوى بكتير من ايماناري. عدى في ثانيه. لو تاخد بالك ايماناري هنا هيعمل غلطه ان هو هيقوم معدي رجله الناحيه التانية فيكشف جنبه، وفي نفس الوقت نيك رودريجيز سوري، ماسك الريست بتاعه. ده اللي بنسميه تورياندو باس، بس تورياندو باس على الواقف يعني، لان عاده التورياندو باس بنحتاج ان هو الرجل دي والرجل دي يكونوا ورا شويه، بحيث انك تنزل دماغك وتعمل وزن على الوسط بتاع خصمك. لكن هو عملها بطريقه مختلفه تماما، ونزل نيون بالي، ومن النيون بالي داخل لهاف جارد، بس مش هاف جارد قوي، هو ديب هاف جارد قوي يعني، بس ما اسموش ديب هاف جارد كمان. يقدر بالركبه دي ان هو يوجه وسط ايماناري الناحيه دي ويعمل حاجات تانية، بس هو بيلعب برضو بالراحة ما بيتغشمش. دي اسمها هاي ستيب. بدل ما تحاول ان انت تعدي كده او ترجع بكعب رجلك لورا، بترفع ركبتك لفوق وتقوم واخد خطوة لورا. دي اسمها هاي ستيب. بص، مجرد ان هو هيقف هنا بص هيقوم رافع ركبته ناحيته ويقوم راجع خطوة لورا اهي. ده اسمه هاي ستيب. والركبة التانية تقدر انها ما تمنع الرجل دي انها تخش، يعني الركبة اللي هناك زي ما انت شايف كده. اما انا نيك رودريجيز ينزل رجلين ايموناري يعني. بص، هو اصلا ايموناري كله قد رجل نيك رودريجيز. ده نورث ساوث باس. يبتدي بيلد اب. هو كده هيخلص. درس. حاج ايموناري كتر خيره بيلعب مع الوحوش دي والله. هل ده اون لايفزي ولا انا بيتهيألي؟ في الغالب ده اون لايفزي. اون لايفزي ده من امتع الناس اللي بتلعب مصارعة عامة في الجوجيتسو يعني. ايموناري مدخل الرجل دي عشان يحاول ان هو يمنع الرجل التانية انها تدوس على الوسط. دي حاجة عاملة زي اللاسو جارد كده بتاع البدلة. لاسو جارد برضو. متهيألي. شوف هنا ايماناري عايز ياخد اشيجرامي اللي هو الوضعية الأساسية، بس نيكي رود. نبص على الحتة دي تاني. نيكي رود مخلي دراعه هنا ليه؟ لأن الرجل بتاعت الاشيجرامي الأساسية اللي هي الوضعية الأساسية بتاعت الأتاكس على الليج لوكس، اللي زي السايد كنترول كده، بتعتمد على ان الرجل دي تدوس في الوسط. فنيكي رود بص مش هيفصل ابدا ما بين جنبه وما بين ان هو يمنع الرجل دي. ده الهدف الاساسي للدراع ده، مش مهتم لسه بالدراع التاني، هو هدفه الاساسي الدراع ده. وبيبوست هنا عشان هو لو قدر يقف على الرجل دي مفيش هجوم على الرجل خلاص. بس هو ما قدرش يقف، وستيل هو بيلعب براحة جدا مع ايماناري، يعني هو يقدر يسحق ايماناري بقوته، بس هو بيلعب بالراحة. بيدخل دراعه ده عشان الرجل ما تتهاجمش. 50-50. ده بوزيشن اسمه 50-50، بس هو خلاها اوتسايد. هياخد بعد كده اللي بنسميها ووج لوك. الماسكة دي اسمها ووج لوك. نفس الكلام يعمله ايماناري. وقف عليها خلاص، مفيش هجوم.
دي بتوجع دي. كان هيتاب عامة. الدنيا ابتدت تسخن اهي. بس المرة دي هو عمل حاجة مميزة جدا، مش زي المرة اللي فاتت. هو بيلف مدخل رجله اهي عشان تسبورت الرجل التانية. نيكي هيتخانق دلوقتي، في الغالب هيسخن. المناري بيتغشم عليه. دي بقى بنسميها leg رايدنج، قاعد على الرجلين، مش واخد الفول ماونت ولا السايد كنترول، لكن حاجه زي الثري كورترز ماونت كده، وقاعد عامل leg رايدنج على الرجلين. هو في الغالب هنا هيحاول ياخد ظهر ايماناري. هو بيحاول ان هو ماسك الجيفت تراب ويحاول يخش للكوع، بيخش بدراعه ده من ورا الكوع. ودخل جيفت تراب، هياخد الظهر في ثانيه دلوقتي. زي ما قلنا قبل كده، دخل هوك يقوم داخل بالهوك التاني بان هو ينام على الجنب التاني. طيب يخلص. جيرود وكريك جونز. اه يبقى هو ما بيروحش ناحية بعد ما بيعدي الرجل بيمسك الرقبة، بعد كده يخش النورث ساوث تشوك. اسمح لي ان انا اوقف الفيديو ده لمده دقيقه عشان اتكلم عن حاجه هتفرق في حياه رياضيين كتير. لاعبين الجوجوتسو اللي مسيطرين على الساحه طلعوا كلهم تقريبا من تحت ايد مدربين يتعدوا على صوابع الايد الواحده. مثلا المدرب اللي اسمه جون دانهر، راجل عجوز عنده اعاقه في رجله وعمره ما لعب بطوله في حياته قبل كده. طلع من تحته جوردون راين، كريك جونز، نيكي رود، نيكولاس ميرجالي، جينكارلو بودوني، وجاري تونن، وغيرهم اسماء كتير جدا. الناس دي كانت شباب عاديه، بعضهم شغال في محلات برجر وزبالين، وفي خلال 5 سنين كسبوا اساطير الجوجوتسو اللي بيتمرنوا من هم صغيرين. طب ازاي؟ الناس زمان كانت بتعتمد على القوه والسرعه والليونه، وده خلى البقاء للأقوى حرفيا. لكن دانهر عمل نظام مفصل للحركات بيناسب كل الناس، تنفع للبطيء والسريع والقوي والضعيف، واهتم بالتكنيك أكتر من أي حاجة تانية. وعمل دراسات علمية مفصلة في كل موضوع وكل وضع بنستخدمه في الجوجيتسو. مثلا ازاي تعدي جرد خصمك، ازاي تخرج من الوضعيات الصعبة، ازاي ان انت تثبت خصمك على الارض تحتيك، اسقاط الخصم في اطار الجرابلينج والجوجيتسو، وازاي تدمج ما بين المصارعه والجودو في نفس الوقت. والعلم ده بقى متاح دلوقتي لاي حد ان هو يتعلم منه عن طريق كورسات مسجله. لكن المشكله ان الكورسات دي بالانجليزي وباسعار بتتراوح ما بين ال $100 ل $350. وانا اتعلمت من الكورسات دي ودمجتها بخبراتي اللي انا اتعلمتها من الاحتكاك باللاعبين الكبار و12 سنه تمرين وحزام اسود. ومؤخرا بقيت انا اعمل كورسات عشان الناس التانية كمان تتعلم زيي. الكورسات بعلم فيها اهم المبادئ اللي انت هتحتاجها سواء بتلعب او لسه ناوي تلعب، بس بالعربي وباسعار ما تقارنش اصلا بالاسعار اللي هم حاطينها. فلو انت لاعب جاد وعايز تتطور بسرعه او لسه هتبدا وعايز تختصر على نفسك الطريق، ابعت لي رساله على واتساب. هتلاقي لينك التواصل على واتساب ورقمي في الديسكريبشن، فابعت لي رساله وانا هبعت لك التفاصيل. ما طولش عليك، يلا نكمل الفيديو. نيكي راين وايماناري، او ده تقارب في الوزن شويه. هذا الشاب الجميل اخو جوردن راين الصغير. دي بنسميها باترفلاي اشي. ثانيه واحده. هنا بدل ما يخش ال 50-50 هيقوم مدخل الهوك اللي بره ده تحت الفخده. بس نيكي راين عارف الديفنس بتاعها، وعادة احنا بنستخدم الرجل دي عشان نوجه دماغ نيكي راين
الدماغ دي نوديها هناك بان احنا بنشوط برجلنا، او مش بنشوط، بنزق في الباط بتاع الكتف ده، الناحيه التانيه من الكتف ده، بنزق لفوق كده. وبنستخدم الباترفلاي هوك اللي هنا تحت الفخده بتاعت نيكي راين عشان نرفع رجله ونقدر نهاجمه. بس هو قدر يقف. صعب ان انت تاخد سبمشن على رجل موقوف عليها. ده نقدر نقول ان هو سماش باس، قلب على بادي لوك. الرجل التانية تتعدى. الرجل التانية اتعدت، واحنا كده بقينا في هاف جارد. كده هو بيحاول يفك رجليه، سايد كنترول. نشوف الاخ ايماناري هيدافع ازاي من السايد كنترول. ايماناري هنا وجه دراعاته ودفاعاته كلها انها تأمن على ان تمنع ان نيكي راين يسيب وسطه ويمسك دماغه ورقبته وكتفه الحته دي، لانه ده الهدف المتوقع، ان نيكي راين هيحاول يمسك الدماغ والرقبه. بس تقريبا هو هيخلي رجليه من الناحيه التانية باصين هما الاتنين كمان لهناك، ودي اللحظه اللي هيستغلها نيكي راين. عايزين نشوف كده. بص شفت في لحظه كده رجلين الاتنين باصين الناحيه دي، فلو نيكي راين عدى الرجل دي من فوق الرجلتين هما باصين لهنا هيخش الفول ماونت. اهي رجليه باصه لهناك. لا طلع بنيون بالي وقام معدي رجله، بيخش على طول باندر هوكات على من على الفول ماونت. بيعزل الدراع. هل هو عايز ياخد اندر هوك؟ دي طريقة مختلفة في ان انت تاخد اندر هوك. بيخش يزرع دراعه ما بين الدراع والظهر. دايما عشان تهاجم من الفول ماونت محتاج ان انت تعزل الدراع عن الجسم، وده اللي نيكي راين بيعمله. فهو بيعزله من تحت بركبته اللي عمال يتقدم بيه عليها، او بيها عليه يعني. ومن الناحية التانية هو شغال على عزل الدراع اهو. بيعزل، خد اندر هوك بعد كوع عن الضلوع، ومن هنا هو يقدر يبتدي يهاجم. يرجع تاني بإيماناري ويهرب. جميلة. يا نهار أبيض. جمال الجوجيتسو. طيب بالراحة. إيماناري هنا بيخش حاجة اسمها ريفرس ريب. فولس ريب مش ريفرس ريب، سوري انا سكت لساني عشان اجمع. فولس ريب. الفولس ريب ده عبارة عن ان انت بتدخل الرجل اللي فوق اللي مش على الارض لجوه ما بين الرجلتين، والرجل اللي تحت دي بتقوم فاردها في هذا الاتجاه، وتبتدي ان انت تلف وتهاجم الرجل دي. اوكي. نيكي راين بقى يعمل ايه؟ بص هو هنا هو دخل رجله وعايز يعدي برجله دي، يا اما يلفها حوالين الرجل اللي هو ماسكها بايده دلوقتي، يا اما يقلب الرجل دي ويقوم مهاجم بيها الرجل التانية البعيدة. بس هو داخل على الفولس ريب، حرفيا داخل على الفولس ريب. هو كده كان بيحاول يعمل فولس ريب مظبوط. المشكلة هنا في ايه؟ غلطة الفولس ريب بتاعت ايماناري هنا، وده يعني انا مش حد يعني عبقري عشان اصلح لايماناري، بس فعلا هي الغلطة دي، ان انت ما ينفعش تمسك من ورا الكعب، انت محتاج ان انت تمسك من عند الركبة عشان الركبة ما تلفش لبره كده. لما لفت الركبة لبره
نيكي ران هيقوم نازل بايديه الاتنين ويستخدم الرجل دي، وهو بيرول قدام بدماغه، هيبص لهناك كده بدماغه ويرول على كتفه اليمين، وهيستخدم الرجل دي بحيث انها تسحب وسط ايماناري وتكشف ظهره من تحت. بص، دماغه هناك، وهيستخدم الرجل دي الرجل الاساسيه، هيستخدمها عشان تسحب وسط ايماناري اهو. ومن هنا بيكمل المهمه بتاعت سحب الوسط بالدراع التاني ده، بيبقى لازق دراعه في جنبه، ويبتدي ان هو يكشف ظهر خصمه، ومن هنا خد ظهره في ثانيه. بعد كده المهمه التانيه، ان احنا بما اننا عندنا هوك واحد، فاحنا محتاجين ان احنا نتحكم في ظهر خصمنا بان احنا نمسك الدراع البعيد، وده اللي رايح له نيكي راين دلوقتي. طيب، ما قدرش ان هو يدخل الهوك، او عنده كده هوك الرجل دي مدخله الهوك مظبوط، الرجل التانية دي مش مدخله الهوك قدام الرجل، وايماناري بيقاوم بدراعه وبرجله بحيث ان هو ما يقدرش ياخد الهوك. في قفله بتتقفل على بركبتك كده على الفخده من فوق، بحيث ان انت تبقى عامل نص مهمه الهوك، بتقفل قفله كويسه جدا، وبتبقى عباره عن مشط الرجل قافل في السمانه بالمنظر ده، وبتثبتك كويس على الظهر نوعا ما. بس ايماناري يقدر ان هو يهرب من الهوك زي الفل زي الفل. جميل جدا. دلوقتي احنا تقريبا في اوتسايد اشي تاني، نفس الكونسبت تاني. اهو لو اتحكم في بالظبط، لو هو اتحكم في الدراع ده هيبقى احسن له بكتير، بس هو معمق حتى مسكته حوالين الجسم كله، فايمناري ما يقدرش يهرب. اه ممكن ياخد شوك من هنا، اقفل على البق عادي، اي حاجه تحت العينين تمام. خلاص. صعب صعب، انا ايماناري بيقاوم الالم بس انتهى. ايماناري اللي هو انتوا جايين تهزوني في مدرستي يا ولاد اللذينه. بس طبعا يعني مستوى اللعيبه دول اعلى مستوى في العالم، فطبيعي. بعدين ايماناري كبير في السن، وزنه خفيف، وتكنيكه كويس جدا، بس لازم تتطور. ايه اللي بيحصل دلوقتي تاني؟ عايز يقلب برضه، بص جايب كشف في وسط ايماناري ازاي. نيكي راين جميل قوي، التكنيك بتاعه تحفه، ومدرك في نفس الوقت ان ايماناري مستواه مش قليل، وخطره على الرجل مش قليل خالص. ويسحب رجله. شوينج ريسبكت، اجمل حاجه في الجوجيتسو انه كسبان خسران لازم تحترم الماستر. انا بحب الناس المحترمه بصراحه، انا بكره الناس المتكبره، او اللي بيشوف ان هو لما كسب منار يبقى هو كده جامد او حاجه. الناس دي بتتمرن عشان يستفيدوا، مش عشان حاجه تانية. حاجه حزينه جدا ان جي رود ما بقاش يتمرن مع بي تيم. مفتقد جي رود والله وهو بيتمرن مع بي تيم.